السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كاملين في أحسن الأحوال ويلقاكم هذا الفيديو مزيانين، ربي يحفظكم. اليوم كنقدم لكم واحد لو كيك بالمندالين. دابا وقيته المندالين، كاين اللي كيقولوا المندالين، كاين اللي كيقولوا المندالين. وقيته المندالين دابا وكتقلبوا شنو ديروا به. داكشي علاش جيت نقترح عليكم هاد الكيكه هذه اللي كتجي سهله واعره بزاف في المذاق. شتي المذاق ما نهضرش بزاف، الد كيكات مندالين تقدروا تاكلوها ما شاء الله. وغنوريكم نشرح لكم حتى الديكوراسيون اللي كتشوفوها قدامكم، شي حاجه اللهم بارك. واحد اللي بيسكوي فيها خطير بمعنى الكلمه. يلا ردوا معايا البال الفيديو والطريقه والشرح ان شاء الله، ومرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الوصفه بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي ديما كيسولوني واش كندير دوره تكوينيه، بالفعل راه كندير دوره تكوينيه اونلاين، يعني من دارك تقرا. هاد لي كاطو اللي كتشوفوهم راه تشيز كيك. عندي 3 دورات، عندي دوره ديال تشيز كيك، عندي دوره ديال لي طرونج، وعندي دوره ديال الكلاص، كلهم بثمن رمزي. نقولوا مثلا ديال لي تشيز كيك فيها 13 نوع ديال تشيز كيك ب 300 درهم، 150 درهم للشهر، تقدر تقسمها على جوج. عندك لي طرونج عاوتاني حتى هي ب 300 درهم، حاليا الثمن فيها 300 درهم، فيها 20 شكل ديال الطرونج. كل دوره تنستيك في دوره ما شاء الله. اي واحد فيكم بغى ينخرط في هاد الدورات هادو يتواصل معايا في الرقم اللي كيبان اسفل الشاشه، ومرحبا بالجميع. شوف الدورات ديالي فيديوهات مشروحه زائد بي دي افات، كل درس فيه بي دي اف ديالو، كل درس بي دي اف. في الاخر ديال الدوره كتلقاك جامع كتاب ديال لي بي دي اف ما شاء الله. شي حاجه كتستاهل تجربه، والناس اللي داخلين عندي راه عارفين وغتلقاوهم في الكومونتيرات كياكدوا لكم هذا البلان هذا. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. يلا نفوتوا للدرس. بسم الله على بركه الله. غنصايبوا اول حاجه لاباراي ديال الكيك اللي فيها 3 البيضات، كنفصلوهم، يعني كنديروا الصفار بوحدو وبيض البياض والبياض بوحدو. هذا 3 ديال بياض البيض، يعني 3 البيضات فصلناهم، درنا الصفار بوحدو البياض بوحدو. عندنا ايضا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده. عندنا ايضا واحد 80 غرام ديال الدقيق الابيض العادي. عندنا ايضا واحد 30 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده الاكل. الا ما عندكش، الا عندك غير المارغرين مثلا تقدر دير المارغرين، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن من الاحسن زبده سبيسيال ديال العبار. عندنا ايضا هنا واحد عصير مندالينه وحده مع القشره ديالها. كنشدو مندالينه قبل ما نعصروها، كنحيدوا لها القشره، كنفرابيو ليها القشره بحال ما هكا، وكنعصروها من بعد، كنخرجوا العصير بوحدو والقشره ديالها بوحدها، كنحكوها بحال ما هكا. هذا ما كان. نفوتوا للطريقه. طريقه جدا بسيطه. ردوا معايا البال شنو كنديروا في واحد البول، كنديروا صفار البيض مع العصير ديال المندالين، ومعاهم القشره طبعا، ومعاهم نص كميه ديال السكر ما نديروش كامل، نديرو غير نص كميه، حيت النص الاخر غنطلعوا به بيض البيض، فهمتي؟ كنديرو غير النص هنا. وكنخلطوا هاد المكونات بربعه بهاد الطريقه هذه، نضربوهم مزيان حتى ينسجموا. شوفوا معايا غير بيدي بالضرب يدوي عادي. من بعدها ان شاء الله كنضيفوا الدقيق بكامل ونضربوا من جديد تنحصلوا على خليط بحال اباريد كيك، بحال عجينات الكيك. شفتوا جا يعني كريمي ما شاء الله. كنضربوه مزيان بحيث ان فوا كتضرب بجد كيتحيدوا لي غران ديال الدقيق بحال ما هكا. كنحصلوا على اباري ما شاء الله خفيفه، كنحطوها جانبا. كنمشي نجيب البول وحده اخرى، كندير فيها بيض البيض ديالي، وكنبدا نطلعو بالباتور كهربائي بهذه الطريقه هذه. ان فوا كنبدا نضربو، راه كيدير واحد الكشكوش. يلا لاحظتوا معايا في هذه المرحله هذه كنبدا نضيف ديك كميه السكر اللي خلينا قبيله شويه بشويه حتى كنطلعوا لاباري ديالنا لهذا المستوى اللي غنوريكم في الفيديو. لاحظوا معايا كنضيف السكر شويه بشويه حتى كنساليوه كامل صافي، وكنضلوا نضربوا حتى نحصلوا على هذا القوام هذا. لاحظوا معايا قوام بحال ديال المورانك. شفتوا الا خرجت ملي خرجت هذا ديالي اللي فوي ديالي، شفتوا داك المورانك اللي خرج دار بحال ان بيك دوازو، بحال منقار العصفور. تما فاش كنعرف بلي هاد البيض ديالي طلع مزيان. في الاول كنضيف واحد شويه فوق لاباراي هذه الاولى، وكنحركو عادي ما كاين حتى شي مشكل، بلا ما تعطيه الخاطر. حركوه هنا. شنو كنديرو؟ كنخفوا العجينه الكيك الاولى، عاد من بعدها كنضيفوا الكميه البيض المطلوعه كامله ان شاء الله. وهنا في هذه المرحله اللي كنضيفوها كامله كنبدا نعطيها الخاطر، وكنبقى نحاول معاها من الفوق للتحت بلا ما نطيحوا لاباراي ديالنا. الهدف هو نحافظوا على اكبر كميه الهواء اللي في العجين، باش هكا نحصلوا على واحد الكيك اسفنجي ويجي خطير ما شاء الله، وفي الاكل ديالو خفيف وكل شيء صافي. هذا ما كان.
صافي. اون فوا كنخلطوه كنحصلوا على هذا القوام هذا ما شاء الله. دابا اخر حاجه كنضيفوا الزبده ديالنا، ديك الزبده 30 غرام ديال الزبده ذوبتها وضفتها فوق الخليط، وكنحاول ان شاء الله ندخلها مع الخليط غير بشويه بشويه، نفس الطريقه ديال الخلط اللي درنا قبيلات من الفوق لتحت، غير بشويه بشويه تدخل ليا ديك الزبده مع الخليط. هاد الزبده الدور ديالها جوج حاجات، كتعطي واحد الطبقه، كتعطي واحد القشره ذهبيه، واحد القشره اللي زوينه هذا الجينواز ديالنا اولا الكيك ديالنا، وكتعطيه مذاق زوين، وفي نفس الوقت كتعطيه ديك اللون، داك اللون ذهبي زوين ما شاء الله. صافي هنا كنجيب واحد الطاوه درت فيها سي الباط، جبت واحد السيركل شحال ديال 18، هذا سيركل ديال 18، درت له سلوفان من التحت، سلوفان دوبلتو على جوج، وخويت فيه لو كيك ديالي. محمد واش السلوفان كيدخل الفران؟ وبطبيعه الحال عادي جدا يدخل الفران. الا كان الفران ديالك ديال الغاز، هنا فين خصك تحضي معاه، هنا من الاحسن دير مول عادي، ما ديرش سيركل، دير مول مغلوق مسدود من التحت، وداك المول ديالك دهنو بالزبده. اما الا كان سيركل، فإلا عندك سيركل فما يخدملكش في الفران الغاز. هنا في الفران الضوء عادي تقدر دير سيركل ودير له سلوفان من التحت ما يخرجلكش لاباري الكيك. كندخلوه يطيب في شحال 180 درجه الفوق والتحت. الا كان فران تاع الدار العادي بلا فرفاره، الا كان شي فران كبير في الباتيسري بالفرفاره، الا كان فران الكاط غدير عافيه مهيله لتحت وعافيه من الفوق، وطيب الكيك ديالك كيف ما كنطيبوا الكيك عادي. هذا الكيك هذا غيطيب في ديك بالنسبه الى فران باتيسري نص ساعه، الا كان فران ديال الدار غيطيب في نص ساعه حتى هو، الا كان فران الكاط غيطيب في 25 دقيقه بحال ما هكاك. صافي هذا ما كان. اون فوا طيبنا لو كيك ديالنا، حصلنا على هذا الريزولطا، شفتوه كي كيجي بحال الشكل ديال الجينواز ما شاء الله، ولكن راه كيك، فهمتوا؟ الا لاحظتوا المكونات ديالو راه المكونات ديال ان كيك. اون فوا دابا اون فوا خليته برد، دابا راه مابقاش سخون، كنحيد له السلوفان. هو اهم حاجه ان الكيك ديالكم قبل ما ديموليوه خليوه يعني ما يبقاش سخون، عاد حيدوا له السلوفان، نفوتوا واحد سباتول من التحت بحال ما هكا. لاحظوا معايا كما قلت لكم، الا عندك فران الكاس دير المول مغلوق مسدود من التحت، ودير المول ديال 18. لو كيك راه كيطيب في هذا الكيك، هذا الوصفه هذه كطيب في لو كيك ديال في المول ديال 18 وديال 24، حتى ديال 24 تقدروا طيبوا فيه ما عندكمش مشكل، فهمتوا؟ وغيجي نفس السمك اللي غنقطعوا به دابا. هذا هو لو كيك ديالي ملي فوت داك سباتول حطيته بحال ما هكا، جانا رائع. دابا غنقطع منه الطبقه اللي غنخدم بها لو كيك ديالي، فهمت؟ والطبقه اللي غتشيط لك تقدر تصايب بها لي فيغين، تقدر تصايب بها كيكه اخرى، ما عندكش مشكل، تقدر تصايب بها اي حاجه. المهم انا شنو غندير، حطيت جوج خشبات ولصقت الموز ديالي مع الخشبات ديالي وكنبدا نقطع. هاد الطريقه هذه كنقطع طبقه مضبوطه ما شاء الله، ما فيهاش غرام ديال الغلط. شنو غير كتحرك الموز ديالك. المهم لصقوا مع هذا، شوفوا لو كيك كيجي اسفنجي خطير ما شاء الله. صافي. علاش قلت لكم انا المول ديال 18 ديال 24 تقدروا تخدموا فيه هذا الكيك هذا. المول ديال 24 غادي يجيك الطبقه ديالك قد هذا، غادي يجيك الكيك ديالك قد هذه الطبقه هذه، غير تحيد له شويه من الفوق وغتجيك هكا. الا كان المول ديال 24 بغيتي تصايب كاطو يعني كبير. بالنسبه للكريمه والكلاصاج ديال هاد الكيك هذه الدوبلهم الا كانت كيكه ديال 24، فهمت؟ اما انا راه غنخدموا في المونتاج ديالو، حتى المونتاج وكل شيء، والكيك درتو في 18، فهمتوا؟ ها هو لو كيك ديالي حطيته في واحد السيل بات بهذه الطريقه هذه. جبت واحد بلاستيك جيتار، هذا بلاستيك جيتار كيتباع اللي كيبيعوا مواد الحلويات، اللي ما عندوش هاد يقطع غير كاغط ويديروا بهذه الطريقه هذه. كاين بلاستيك ديال المونتاج ايضا حتى هو مزيان، كاين بلاستيك جيتار وكاين بلاستيك ديال المونتاج، هما اسمين مختلفين تماما. صافي كنجيب السيركل ديالي اللي كيتحل ويوسع، كنزير عليه بهذه الطريقه هذه. وهذا السيركل هذا عالي شويه، اللي طيبت فيه الجينواز كان 5 سنتيمتر في العلاوه، هذا 6 سنتيمتر. معليش انا ما كيهمنيش العلاوه ديالو، نقدر نفس السيركل ندوروا عليه ما عنديش مشكل، غير انا كندير هذا علاش باش نزير عليه مزيان وما يهبطليش الكريمه مع الجناب ديال لو كيك. المونتاج نتوما تقدروا ديروه بالسيركل نيت باش طيبنا عادي، ما عندكش مشكل، ماشي ضروري يكون عندك هذا السيركل هذا باش دير المونتاج. صافي هذا ما كان، درت له سكوتش باش ما يبقاش يتحل ويتغلق، فهمت؟ ضروري خصني زيرت عليه ودرت له هذا وحطيته جانبا. صافي نخليه جانبا. دابا نصايبوا واحد لاموس. بالنسبه لهاد لاموس اللي عندنا اليوم، واحد لاموس اللي ذكيه وما فيهاش جيلاتين. كطلبوني دائما ديموس اللي ما فيهم جيلاتين، هذه موس ما فيهاش جيلاتين وكتجي خطيره ما شاء الله. ردوا معايا البال شنو فيها 80 غرام ديال السكر سنيده، 80 غرام. عندنا ايضا جوج ديال البيضات،
كاملات. عندنا ايضا واحد 200 مليلتر ديال عصير المندالين. عصير المندالين، شديت مندالين كنعصرو وعبرت 200 مليلتر ديال عصير المندالين. عندنا ايضا واحد 25 غرام ديال المايزينا، 25 غرام ديال المايزينا. وعندنا اخر حاجه 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، تكون كريمه ديال الخفق اللي كنطلعوها وتكون بلا سكر. كانت بالسكر غتنقص من السكر 10 غرام من الكميه اللي عطيتكم الاساسيه الا كانت الكريمه ديالك فيها السكر. هنا لاحظوا معايا شنو كندير، كناخذ دوك جوج بيضات كاملات كنديرهم مع السكر سنيده وكنميكسيهم بجوج، تنخلطوهم مزيان تينسجموا بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا اون فوا نسجموا كنضيفوا ان شاء الله المايزينا او النشا حتى هو، ونعاودوا نخلطوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه تنحصلوا على خليط متجانس ان شاء الله. ما بقاش يبان لي فينا، ما بقاش يبان فيه لا مايزينا لا سكر سنيده، ميكسي مزيان ومخلط ونحطو جانبا. هنا في واحد الكاسرول ان شاء الله كنديروا عافيه متوسطه، كنديروا عصير المندالين ديالنا يبدا يطيب. يلا غنغليوه ان شاء الله. لاحظوا معايا اون فوا ولات كانت الكشكوشه مزاب صافي راه وصل لمرحله الغليان. اون فوا وصل لمرحله الغليان شنو كندير، كنشدو كنخويه فوق لاباراي الاولى كامل بهذه الطريقه هذه. وفي نفس الوقت لاحظوا معايا وانا كنخوي كنخلط، ما كنخويهش ونسكت ونمشي نجلس، لا كنخويه وكنخلط في نفس الوقت. اون فوا ينسجم داك الخليط مع داك العصير المندالين كنردو عاوتاني الخليط ديالنا فوق البوطه. وفي نفس الوقت هنا فوق البوطه ملي كنردو فوق البوطه كنضلوا نحركوه بدون توقف. هنا ما خصناش نتوقفوا. علاش؟ شنو طرا هذا الخليط ملي شدينا عصير الحامض خوينا على الخليط الاول نقصت درجه الحراره ديالو حتى ل 50. هنا ملي رديته فوق البوطه عاوتاني غنطلع درجه الحراره ديالو حتى ل 80، يعني درجه الغليان. وملي غادي يوصل هذه المره درجه الغليان شنو غادي يصرالو، غادي يتجمع، غادي يولي كريمه. علاش؟ شنو غيخليه يولي كريمه؟ المايزينا اللي تما، لاميدون او النشا اللي تما هو اللي غيخليه يتجمع. هذاك الشيء علاش ان فوا رديته للبوطه هنا ما خصنيش نبعد عليه، خصني نبقى نخلط باستمرار بدون توقف، حيت الا مشيت بعدت عليه شنو غادي يطرى؟ لاميدون اللي في الخليط ديالنا او النشا اللي في الخليط ديالنا غادي تهبط لتحت، غادي تجمع لينا الخليط من التحت وغادي يتحرك. فهمت؟ حنا باش ما يتحركش الخليط ديالنا ونحافظوا على التكستور ديالو مزيانه كنضلوا نخلطوا، وانت غتخلط غتبقى تحس به كيتقال. اون فوا يولي بحال ما هكا، اون فوا يولي بحال ما هكا صافي راه كتجمع. هزيت الكاسرونه ديالي فوق البوطه وبقيت نحركو، شوفوا ولا كريمه ما شاء الله بحال كريم. شنو فكركم؟ بحال كريم باتيسير. صافي كنطفي البوطه ديالي هنا، حيدت الخليط ديالي حيت الا ضليت نحركو هنا غادي ينشف اكثر وغادي يتجمع اكثر وغادي يولي ثقيل اكثر. حنا اون فوا يبدا يتجمع يولي بهاد لا تيكستور صافي كنحبسوا له الطياب. هنا شنو درت؟ جبت لي زيز ديال المندالين درتهم لهاد الكريمه هادي. هاد لي زيز غيعطيو لو رونفورسي ان شاء الله ديال المندالين في الكريمه ديالنا. هادوك لي زيز ديال مندالينه وحده ما درتهمش المقادير في الاول، درتهم هنا كاستوس باش اللي متبع الفيديو يشوفهم ان شاء الله. صافي اون فوا شنو غندير دابا؟ كنخلي ديك الكريمه جانبا، كنجيب الكريمه السائله ديالي كنحاول نطلعها ان شاء الله بهذه الطريقه هذه. ردوا معايا البال كنطلعها. شوف الكريمه السائله السر ديالها الوحيد دوك ديما كنعاود هذا السر هذا هو انه خصكم ان شاء الله تكون بارد. الا كانت بارده راه غتطلع دغيا، ما كانتش بارده راه ما تطلع لكش. وقت شتي شوف اهم حاجه تكون بارده غتطلع دغيا. تقدر تطلع الا ما كانتش بارده ولكن غتطلع بصعوبه. تكون بارده غتطلع دغيا صافي. هذا معك. وتكون جوده ممتازه وتكون الصلاحيه ديالها قريبه يعني بعيده زعما صافي. ها انتم الكريمه ديالكم غتطلع. لاحظوا معايا كنطلع الكريمه ديالي حتى لهذا المستوى هادو. شوفوا معايا ان فوا طلعت كنحصل على بحال ما هكا كريمه طالعه، ولكن ما طلعاش عاوتاني بزاف لديك الدرجه انها تقطع، لا طالعه حتى لهذا المستوى هذا. شنو كندير ديك الساعات؟ كنجيب الكريمه الاولى بهذه الطريقه هذه، كناخذ شويه من الكريمه. شنو كندير عاوتاني؟ كنخفف بها هذه الكريمه ديما الاول. لاحظتوا معايا درتها قبيله في بيض البيض ودرتها عاوتاني في الكريمه السائله. هذا الجزء اللي كنضيف الاول كنخفف به لا تيكستور الاساسيه ديال داك الخليط الاول. عاد ديك الساعات الباقي كنضيفه بهذه الطريقه هذه، وعاد كنجيب شي لالوج سيليكون بهذه الطريقه هذه وكنبدا نطرب غير بالفن من الفوق لتحت هكا، ونحاول نحافظ على اكثر كميه الهواء اللي في الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه. شفتوا في الاخير كنحسوا على موس اللي كتجي خطيره ما شاء الله بحال ما هكا ما شاء الله واعره تبارك الله وصل على النبي. صافي
ديك الساعات كنجيب السيركل ديالي الاول، الكريمه ديالي عمرتها في البوش وكنحاول نبوشيها بهذه الطريقه هذه. اللي ما عندوش البوش يقدر يغيب المعلقه يبقى ياخذها يديرها وفي الاخر يفينيها بالسباتول كيف ما غندير انا. غير انا كندير البوش. علاش؟ البوش دائما كيخليك انك تفيني الخدمه مزيان، تجي الطبقه مقاده مزيان وكتجي بها فيني. هذا هو السبب علاش كنخدموا البوش الاغلبيه في المونتاج، فهمتوا؟ هذا ما كان، خاصه الا كان سيركل صغير او لا ما الكادر كبير بلا باتيسيري ما يسلكناش البوش، فهمتوا؟ يعني غادي خصنا ضروري نخدموه ديك الساعات بسباتول والفينيسيون ان شاء الله. هذا ما كان صافي. ان فوا ساليت كنحاول ايطالي الكريمه ديالي غير بالفن بحال ما هكا، نجيبها طبقه واحده صافي. ان فوا ايطاليتها غندخلها الكونجيلاتور. شحال المده محمد؟ واحد السويعه ونص ديال المكانه ولا ساعتين ان شاء الله، باش هاد لاموس تشد راسها، اولا 3 السوايع. الا خدمتيها بالليل تقدر تخليها الليله كامله ما عندكش مشكل. المهم الماكسيموم المينيموم ما تفوتلوش يعني ما تهبطش على ساعتين. هذا ما كان. قبل ما نخرج الكاطو ديالي بواحد قبل يعني ملي تكونجلا الكاطو ديالي قبل ما نخرجو بواحد نص ساعه ولا غادي نصايب هاد الكلاصاج هذا اللي شنو فيه. هاد الكلاصاج هذا خفيف ظريف ما شاء الله. 220 مليلتر ديال عصير الحامض 200 وزائد مندالين، بمعنى 110 عصير الحامض زائد 110 ديال عصير المندالين. هاد الخليط هذا راه فيه الحامض وفيه المندالين، نص بالنص. درت النص ديال عصير الحامض والنص ديال المندالين، 110 مندالين و110 حامض، بالمجموع كيعطيوك 220 ديال العصير. عندنا ايضا 80 غرام ديال السكر سنيده، عندنا ايضا 2 وريقات ديال الجيلاتين. هاد الكريمه هادي هاد الكلاصاج فيه لاسيديتي، وهاد لاسيديتي هادي تلعب دور كبير في الكاطو ديالنا. ملي غتجي تذوقوا بالكلاصاج ديالو، داك الكلاصاج كتكون فيه لاسيديتي زائد اللاموس ما حلواش بزاف زائد البسكوي حلو شويه، كيعطيك واحد المارياج خطير ما شاء الله. صافي شنو كنديروا داك العصير ديالنا ديال الحامض مع المندالين، كنخوي عليهم السكر. هاد 2 مكونات هادو كنطيبوهم، ولكن ماشي عاوتاني نوصلوهم لدرجه الغليان. غتركزوا معايا شنو غندير، غنخليه حتى يقرب يوصل لمرحله الغليان، عاد غادي نطفي عليه ان شاء الله. ها انتم لاحظوا معايا، ها انتم ان فوا بدات ديك الكشكوجه من الجناب، ها هو بدات الكشكوجه من الجناب صافي غادي نحبس. ملي بدات الكشكوجه من الجناب غيكون وصل ديك 65 70، فهمت؟ يلا بدات صافي. ديك الساعات كنضيف له جيلاتين ديالي راني درتو في الماء بارد وطلقته تما، طلقته في الماء بارد. عاد ديك الساعات تلحتو فوق هذا الخليط هذا، طفيت عليه وبقيت نحركو باش يذوب. دابا في حاجه سخونه، الجيلاتين كنطلقوه في شي حاجه بارده في الماء بارد، كنجيبوه لحاجه سخونه تما فاش كيذوب ان شاء الله. صافي هذا هو الكلاصاج ديالي. دابا الكلاصاج ديالي باش نعطيكم واحد لاصوص خفيف باش نعطيه واحد اللون برتقالي مزيان واضح، كنضيف له منكه وملون في نفس الوقت ديال لورانج. الا لقيتو ديال المندرين مزيان، ما لقيتوش ديروا اورانج كما درت انا. درت منكه ديال الليمون بهذه الطريقه، عطانا اللون وفي نفس الوقت نكهه ديال خفيفه زوينه ان شاء الله. هنا خرجت الكاطو ديالي اللي خرجته ما كنخويش عليه الكلاصاج مباشره، ما غنخرج اصلا الكاطو ديالي تيكون الكلاصاج ما بقاش سخون بزاف، حيت الا كان الكلاصاج سخون وخويته فوق هذه الكريمه هذه غادي يذوبها لي شويه وغادي تخلط لي مع الكلاصاج وما غاديش يبقى الكلاصاج ليس وزوين بحال ما هكاك. اذا خص الكلاصاج ديالنا نخليوه يبرد بعدا واحد نص ساعه ولا 45 دقيقه غير في الحراره الغرفه. عاد ديك الساعات نقدر نخدموا به، واخا يبقى دافئ ديك الساعات ما عندكش مشكل، فهمت؟ كنخويوه فوق الكاطو وندخلوا الكاطو ديالنا شحال د الوقت، واحد نص ساعه د المكانه غيشد لك الكلاصاج، اولا ساعه د المكانه في الكونجيلاتور غيشد الكلاصاج راسو صافي ديك الساعات مزيان. هنا واحد الكرتون قطعت منه هذا الشكل هذا ديال الحامضه، قطعتها منه رسمتها وقطعتها منه، فهمتوا؟ بهذه الطريقه هذه بزيزوار قطعتها. هذا كرتون كيتباع عند اللي كيبيعوا المواد التشكيليه ديال الرسامين وداك الشيء. جبت الشوكولا، هنا راني خدمت غير بالشوكولا عاديه، ماشي لا كوفرتور نوار، ماشي لا كوفرتور بيضاء، خدمت غير بالعاديه باش صايبت هاد لا ديكو هادي سكري، يعني شوكولا سكري. لاحظوا معايا كنصايب هاد لا ديكو هادي غير بالفن، كنحاول نيطاليه. شوفوا معايا شنو كندير، كنحاول نيطاليه بهذه الطريقه هذه صافي. ان فوا نيطاليوه الرخامه عندي بارده، راها بارده مع هاد الايامات كاين البرد، فهمت؟
شنو كندير؟ كنتسنى واحد شويه هاد الشوكولا هادي ان فوا تبان لي بدات كتنشف. شنو كندير؟ ها هو بدات كتنشف، شديتها حيدت داك الموتيف ديالي بهذه الطريقه هذه، نحطها جانبا. ها هو شوفوا هذيك الشوكولا ديالي غنخليها جانبا. دابا فوق الطبله ديالي غادي يقصح عادي، او ان فوا يقصح نقدر ندخلو مازال الثلاجه الا بغيت يقصح يشد راسو اكثر، اولا نخليه فوق البوطاجي ديالي تما غيبرد وكلشي تكريستاليزا الشوكولا عادي. هنا الكاطو ديالي ملي فات عاوتاني واحد السويعه د المكانه كلاصه شد راسو، حيدت له المول، حيدت له الفوي غيتار. هنا الريبون غيتار هنا شنو درت؟ حطيت عليه داك ديكور شوكولا بهذه الطريقه هذه. ها انتم لاحظوا معايا في الاخير كنحصلوا على هذا الريزولطا ما شاء الله. شفتوا لا ديكو شوكولا كيفاش خلات الكاطو ديالني يبان، خلاتو يبان ما شاء الله كاطو اللي زوين تبارك الله وصل على النبي. شوفوا معايا التقطع ما شاء الله، شوفوا تبارك الله وصل على النبي. كاطو كيجي خطير بمعنى خطير تبارك الله. شوفوا معايا لا فينيسيون ديال الطبقات، لي تيكستور تبارك الله وصل على النبي. هنا دقتو جواعر ما شاء الله. تلقاو فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.